بينما النادي الأهلي يبحث عن سابع بطولة. نبيل معلول المدرب التونسي العربي القدير يحيي أفراد الجهاز الفني للنادي الأهلي في لقاء ليس بالغريب ولقطة ليست بالغريبة، فكلا الناديين وجماهير الناديين والبلدين والمسؤولين كان في قمة الروح الرياضية العالية وقمة الإحساس بالمسؤولية تجاه بلد كل منهما للآخر، شقيقين كبار لكرة القدم وللرياضة وللسياسة وللأدب والفن وفي كل شيء. الرجل الذي يعيش أجمل فتراته على مدار تاريخه خلال هذه البطولة للعام الثالث على التوالي، حصد لقب سابع. دقيقة صمت لوفاة قطعا بعد مرور سحابة سوداء جديدة على المحروسة مصر، وظهور اختفت قبل أن تتفتح. 50 طفل لقوا مصرعهم في حادث كبير هناك في الصعيد في قطار في مواجهة أتوبيس. اللقاء الحكم بوشعيب الأحرش الحكم المغربي، وصافرة بداية أحداث المباراة. وعلى بركة الله ننطلق وإياكم 3 كظهير أيمن، وانتقل وجدي بوعزي الجناح الشمال عشان يلعب جناح يمين، ونزل يوسف المساكني كجناح شمال في المباراة. جده جميلة جدا جدا. وليد سليمان يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اقتربنا. نعم نعم، هكذا يربنا ويقول أن الكرة العرضية معنويا قد تكون في غاية الأهمية. ضغط النادي الأهلي، تحضير وتصويب، ولكن بوعزي على مصري. الاثنين اللي سجلوا الهدفين الوحيدين في اخر 4 مباريات. شوف البدايات وحشه ازاي، شوف الهشري بداياته مش كويسه ازاي. تاني جده عدى يا جده. حسام غالي تحضير تصويب ولكن بعيد. من كرات عرضيه، كرات طوليه، البحث عن اول اهداف اللقاء سيكون الهدف الاكبر. تاني من جديد تحضير، تاني فرصه من تاني، يا سلام يا سلام يا سلام، فرصه كبيره يا عبد الله. الاهلي سجلوا في المباراه النهائيه. وائل جمعة واحد منهم، الخطيب سجل 3 وابو تريكة سجل 2 وخالد بيبو سجل 3. واول اهداف اللقاء يضيع. وحارس المرمى 3 مرات في اليابان، حتى ان اليابان تسأل الان اين النادي الاهلي. ادي على طول نوم خطيرة. برافو يا شريف، اخطر لعبة في سلافيا براغ، لاعب نادي الترجي 29 سنة، لعيب نص ملعب محترم الحقيقه. عبد الله السعيد، فرصه يا وليد، يا عبد الله جميله. هات وخد وتحضير الاسود والازرق. لعيبه نزلوا سخنوا بالتيشيرت الاحمر مكتوب عليه رقم 72 عدد الشهداء. النهارده 50 طفل الحقيقه، ظهور لم تتفتح بعد. لقت مصرعه في حادث اليم هناك في اسيوط. اشقائنا في غزه واشقائنا في سوريا. انطلاقه اماميه من جديد. سيد حمدي كان له انطلاقه جميله. وليد الهشري، يا سلام يا سيد، الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد. الارض لا تنسى جباه الساجدين، والليل لا ينسى انين العابدين. الارض لا تنسى جباه الساجدين، والليل لا ينسى انين العابدين، ونحن لا ننسى المخلصين والموهوبين. في النهاية ان شاء الله منتصرين. عملوها، خلصوها، وفي المرمى سجلوها. من هنا كانت البداية، انطلاقة واختراقة. سيد حمدي يأتي للأهلي بالاستفاقة. بص شوف جده بيعمل ايه، بص شوف جده عمل اللي عليه، بص شوف جده. الله عليه 1-0 والله بكسر الهاء وهي يمين. هي ترجمة حقيقية لواقع نراه أمامنا. فالأهلي كان يكفيه فقط التسجيل، كان فقط التسجيل حتى تكتمل الصورة. نتابع أجمل كورة. الأهلي يتقدم ويسجل. أدي جده من جديد، جده الهشري تاني من جديد. رشقة الهشري قليلة. الكرة العرضية يا ولد يا عبد الله ضاعت يا عبد الله. مش ممكن، مش بعدما اصبح النادي الاهلي هو الذي يدافع عن حق الفرحه في مصر، هو مصدر الفرحه المصريه. الكره العرضيه خطيره وضربة المرمى في اخطر لعبه في المباراه. ذلك الوقت افضل حضور وتمثيل للكره العربيه والفوز على الالمان. تاني من جديد ومؤامره المانيا والنمسا. خلي بالك من نجوم وضربة المرمى. الولد ده لازم. حسام على الرؤيه الجميله والانتشار العريض واللمسه الواحده. وليد سليمان، استنى يا وليد، هيجي لك شديد. يا ولد نموذج ايه، مهاره ايه، عرضيه ايه، يا جماله. سيد حمدي كان هيقلب بتاع الجسم والاتزان بعيد عن الارض عكس اللعيبه القصيرين. يا سلام يا وليد، قصير مكير الى جده. وليد سليمان، لا ايه يا راجل انت ده،
ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ثنائية تاريخية، ثنائية تاريخية. الله عليك، الله على ارواحنا تناديكم، الكاس الله يخليكم، شكرا عملتوا اللي عليكم. اي فخر واي مجد واي عزة، النادي الاهلي ما حدا يهزه. اي فرحة واي فوز واي انتصار، الاهلي لا يعرف الانكسار. اي مهارات، اي انطلاقات، اي اختراقات، النادي الاهلي يسجل ثنائية تاريخية، ولأول مرة يتقدم النادي الاهلي بثنائية وهو يرتدي اللون الازرق. تشام البعض واعتقد البعض ان الخسارة حاضرة لا محالة، ولكن بعزيمة الرجال ومهارة الموهوبين وتبديلات وشخصيات واستراتيجيات المدربين المصريين للبطولة راجعين. نعم يتقدم النادي الاهلي بالهدف الثاني. بص شوف وليد جماهيره هنا في رادس، عالية فوق، وائل جمعة، استراتيجية قد تختلف مع مرور الوقت. القائم كرة ثابتة. النادي الاهلي سجل 11 هدف حتى الان في اخر 4 مباريات. تصويب شريف اكرام. يا سلام يا شريف، يا سلام يا شريف، توقيت كويس، رفع، وده شيء مهم. انطلاقه اماميه، خلي بالك، تحضير، اوعى الكره العرضيه، ارضيه خطيره، ضربة مرمى. الكرة النهارده بيحب النادي الاهلي، كرة تبتسم للنادي الاهلي، هو اداها فيا بتدي. لا تحت فرصة حكم عظيم. بصوا شوف جده بيعمل ايه. 3 على 3 ضاعت يا جد. النادي الاهلي بالذات لا يستسلم ولا يتراجع ولا يتدلع، يعدي ويمر ويفوت ويشوط يا ولد، ولكن بالعكس دومينيك مش ممكن حتى انت يا دومينيك تبحث عن هدف النادي الاهلي، وبالتالي بعدت المسافة. عشان كده هناك الإحباط قد يكون تسلل قليلا. فرصة هدف أول. نعم هدف أول للترجي يعود ويقلص الفارق إلى هدف واحد فقط. 2-1 للنادي الأهلي. عملوها بشكل كويس، عدوا من ناحية اليمين بشكل جميل، ونجم اللقاء من نادي الترجي نجونج يعيد الابتسامة، يعيد الفرحة، يعيد الأمل لجماهير نادي الترجي. فرحة كبيرة لجماهير الترجي على أمل العودة. نلعب في الدقيقة 84، أمامنا 6 دقائق يا شباب. كرة عرضية مثالية جميلة جدا. هرب الحقيقة البديل البلايلي اللاعب الجزائري، حطها حلوة قوي للاعب الكاميروني نجونج. ياخدوا حقهم تماما في الهدف، مفيش كلام، لان هدف تكتيكي، هدف مهاري، هدف فيه جماعية، هدف فيه تمركز كويس، هدف فيه تصرف سريع. سهولة بقى يا شباب. عبد الله السعيد، يا سلام يا عبد الله، اللمسه الواحده الى دومينيك. دولت هربت، ضاعت، راحت. ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الاهلي هيجيب 3 جون. ضربة جزاء مع انطلاقة الاسمراني دومينيك، انطلق واخترق وعدى ومر وفات، ولكن ضربة جزاء على حارس المرمى بن شريفية في قرار شجاع، قرار جريء لحربة جزاء للنادي الاهلي. ضربة جزاء 2-1. ضربة جزاء وتصدي ضاعت من ابو تريكة، وحارس المرمى ابو عز بن. مش ممكن ابو تريكة، وياك الوقت عدى 9 سنوات، وياك الوقت عدى وسنين فاتت ثواني، ما نعرفش ازاي وامتى هيجينا ابو تريكة تاني، ولكن حارس المرمى لليوم الثاني. حتى لو سجل الترجي الان 2-2 سيفوز النادي الاهلي. صافرة النهاية، ويا لها من نهاية. ارواحنا تناديكم، الكاس الله يخليكم. لكل اهلاوي شكرا عملتوا اللي عليكم. اي فخر واي مجد واي عزة، الاهلي ما حدا يهزه. اي فرحة واي فوز واي انتصار، الاهلي لا يعرف الانكسار. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الاهلي ما جابش جول، ده جاب 2. الاهلي اللقب، نعم اللقب الثامن، اللقب السابع للنادي الاهلي. فالخير الى اليابان راجعين. جماهير الاهلي وجماهير الالتراس، الاهلي يفوز، الاهلي ينتصر، الاهلي يحقق اغلى انتصار في اصعب الظروف. اقناع ابداع. الاهلي له في هذه البطولة باع. الاهلي يسجل انتصار غالي وغالي جدا على شقيقه التونسي فريق الترجي، يقدم اداء كامل الاوصاف. تقدم الاهلي ولم يخاف فاحرز هدفين، وعاد الترجي بهدف. تماسك الاهلي وقدم اداء مثالي، اداء كبير. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير مصر الوفية. هارد
هارد لك لنادي الترجي، نادي كبير، نادي محترم، والشعب التونسي شعب كبير وشعب محترم، ولكن جاءت الفرحة. 77 الكاس الثانية فاز بها نادي الزمالك، نعم باسم رئيس غينيا أحمد سيكو توري. الأهلي فاز بالكاس الثالثة في عام 2006 بعد انتصاراته 2005